نحن سعداء وفخورون باستضافة القارة الإفريقية كرويا هنا في استديوهات بين سبورتس في الدوحة، وهذا تجسيد للشراكة التي تجمع المؤسستين، مؤسسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومجموعة بي إن سبورت، منذ حوالي أو أكثر من 15 عاما، منذ أيام الجزيرة الرياضية. وإن شاء الله نتوقع ونتمنى أن تتقوى هذه الشراكة مستقبلا باستمرار بي إن سبورت في بث المنافسات الإفريقية للمنتخبات والأندية. عليكم تحياتي الإخوة الكرام. الشخص اللي كنتوا تسمعوا فيه الآن يدعى بمحمد عمور، وهو أنصتوا جيدا مسؤول ومدير قسم الأخبار في قناة بي إن سبورت الرياضية. بمعنى آخر أنه بين قوسين هو قامة إعلامية، يعني يتقلد منصب مرموق في قناة عالمية مثل بي إن سبورت. تخيل أخي الجزائري أن هذا الشخص دخل في مناوشات مع إخوة جزائريين على منصة إكس، حاليا تويتر سابقا، دخل معه في مناوشات، وإليك بعض تعليقات هذا المدعو محمد عمور. في التعليق الأول الإخوة الكرام يصف أحد آباء المعلقين أو المغردين بالحمار لأنه لم يستعمل مع احتراماتي الواقي الطبي، لأنه أتى بهذا صاحب التعليق. هذه الأولى. التعليق الثاني الإخوة الكرام يقوم بالإجابة على أحد الصحراويين ويصف مكان ولادته بالزريبة. طبعا أنا لا أظنه بأنه غبي إلى درجة أن يصف بين قوسين إذا كان يعتبر أن الصحراء مغربية فلا ليس بالغبي كي يصف بلاده بالزريبة، وهو يقصد أكيد ومن المؤكد أن مخيمات العزة والكرامة اللي موجودين في تندوف الجزائرية، ويصف الجزائر بالزريبة. هذه ثانية. في التعليق الثالث الإخوة الكرام والصدمة الكبرى يقوم بالتعليق بثلاث حروف باللغة الفرنسية ان تي ام. أنا نشرح لكم تي ام اللي هي تامير. الآن نخلي المخيلة تاعك أخي الكريم لكي تعرف ما معنى تلك أو ما يعرف معنى الموجود خلف ذلك الحرف. في التعليق الرابع والأخير، واللي هذا يعني أنا اخترت أبرز التعاليق اللي منهم هذا التعليق الرابع والأخير، يقوم بالتفصيل في الكلمة اللي كتبها اللي هي ان تي ام، ويقول على أنه لصاحب هذه الصفحة يقول له يبدو أن أمك قد وصلتها الرسالة. يا الله على الأخلاق. اللي ما يعرفوش هذا الشخص يتساءلون عن جنسيته. أظن أنه معظمكم اللي يتبع الأحداث عرفت جنسيته، خاصة وهذه التربية سبيسيال خاصة بأبناء الملوك ولا تربية الملوك، وأنه نتكلم على المملكة المراكشية المسماة حاليا بالمملكة المغربية. طبعا حسب المعلومات التي وردت قبل أيام تقول على أنه بي إن سبورت تخلت عن خدمات هذا الإعلامي برتبة واطي وأرسلته إلى منزله، ولكن حسب تعليقاته وتغريداته في تويتر يقول على أنه ما زال متمسك بمنصبه. رسالة إلى المدراء والمسؤولين في قناة بي إن سبورت. أظن أن سمعة هذه المؤسسة الرياضية العملاقة في خطر، خاصة وأنه مثل هؤلاء الذين يتحلون بأخلاق أبناء الشوارع يحتلون مناصب ومراكز حساسة في هذه المؤسسة. واللهم اشهد فإني قد بلغت. تحياتي.